تاني في اليوم. طيب هندخل بعد كده على السؤال التاسع. لو حضرتك عرفت ان زميل ليك على نفس الترابيزه كده وانتوا بتاخدوا التارجت وبتشوفوا نهايه الشهر، فلقيت زميل ليك محقق، وجئت ان تارجته اقل منك، وجئت ان حسيت المدير بيهزر معاه كتير وانتوا قاعدين في الميتنج، ايه الاكشن اللي انت حضرتك هتاخده؟ فطبعا الرد الصح اللي حضرتك هترد عليه هتقول له طبعا يا دكتور تقسيم التارجت ده بيبقى راجع للبوليس الشركه. الشركه طبعا بتشوف كل اريا ايه الاوبورتيونيتي اللي موجوده فيها، وعلى اساسها بيتحدد التارجت المناسب ليها، فدي حاجه ما ينفعش اتكلم. الحاجه الثانيه يا دكتور فكره ان هو بيحقق والمدير بيهزر معاه، هو طبيعي الشخص الناجح المدير بيبقى مبسوط بيه، فاكيد هو بيهزر معاه عشان شخص ناجح ومحقق رقم. والصح الاكشن اللي انا اخده اللي انا ابدا اتعرف عليه وابدا اساله انت ازاي ناجح وحققت رقم عشان اعمل زيه واطبق الحاجات دي. لو في امكانيه اطبق على الاريا عندي اطبق على الاريا، او اسال المدير هو ازاي ناجح ومحقق رقم عشان ابدا احقق نفس الرقم وانجح برضه في اريتي واحقق رقم. دي الاجابه الانسب للسؤال. في حاجات لازم تبعد عنها لان السؤال ده بالذات فخ وبيشوف رد فعل. لازم تبعد على حته هو ما دام كده بقى انا لازم اعمل شكوى، لان هو كده يمكن يكون متحيز ليه اكتر، ممكن يكون بقى قريبه ولا جاره ولا حاجه. انت كده راجل نمام هتعمل مشاكل في الشركه فيستبعدك عنها. او ده ضروري بيحرق عشان كده محقق وعمل رقم. انت كده راجل برضو يعني بتاع مؤامرات، واي حد بيحقق لازم يبقى عمل مشكله، فبرضه هيستبعدك من الشركه مش هيقبلك تشتغل معاه. او هتقول له هو ما دام محقق رقمه ومش عارف ايه لان هو رقمه تارجته صغير، لكن انا عشان تارجتي كبير محقق، يبقى انت راجل بترمي شماعات وما بتدورش على السبب الرئيسي اللي انت محققه. الحاجات دي كلها ابعد عن الرد بالطريقه دي، والرد الانسب هو اللي احنا قلنا له. طيب هنيجي بعد كده اخر